قريرة للعيل يا ابو العيال ميت، خد لك 7 فرارير. زمارة شخليلة، عصفورة يا حليلة، طراطير يا واد طراطير، طراطير يا واد طراطير، طراطير طراطير 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 طراطير. مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة من برنامجكم موال من بلدي. مشاهدينا، الأغاني الشعبية والقصص والحكايات الشعبية ارتبطت بحياة الإنسان في مصر عبر العصور، كذلك الأطفال الصغيرين بدءا من أغاني الأم والطفل جنين ولحظة الميلاد ولحظة السبوع، ثم حكايات الجدة والتراث الشعبي الجميل الذي يقدم للطفل، ثم ألعاب الأطفال نفسها كانت تحمل مضمونا وفكرة تتعلق بالتراث الشعبي وأغاني شعبية. مشاهدينا تابعونا وهذه الحلقة حول الأدب الشعبي وأدب الطفل، وكيف يستطيع هذا الأدب أن يعمق الشعور بالهوية لدى الطفل منذ البداية. الأرجل حلوة وخفة وزي اللون، الأرجل حلوة وخفة وزي اللون، دمه خفيف رقة لطيف، دمه خفيف رقة لطيف، حلوة وخفة وزي اللون. الأرجل مشاهدينا، يسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء كاتبة كبيرة عضو اتحاد كتاب مصر، اهتمت بالطفل المصري والعربي وقدمت لنا العديد من الأعمال في هذا السياق، كما شاركت في العديد من الندوات والأمسيات حول أدب الطفل. الكاتبة الكبيرة الأستاذة زهراء سلامة، أهلا بك. اهلا وسهلا يا فندم. منورانا حضرتك. ده نور حضرتك والله، ميرسي جدا. حضرتك، ما هي العلاقة بين الأدب الشعبي وأدب الطفل؟ هو حضرتك الادب الشعبي عباره عن ايه؟ عباره عن العادات والتقاليد اللي موجوده في اي مجتمع، الامثله الشعبيه، الاغاني، كل حاجه، كل تراث بيعبر عن هذا المجتمع وهذا المكان او هذا البلد. فانا انقل ازاي للطفل الحاجات الحلوه دي؟ لازم اختار الموضوع اللي انا هكلمه فيه، اختار الكلمات والالفاظ تكون جميله،
سهله مبسطه، ما احطش كلمات صعبه، لانه انا لو بحكي له او عايزه انقل له الموضوع او عايزه انقل له التراث بتاعي ده باسلوب فيه الفاظ صعبه، هيبتدي يسمعني وهيمل او هيبعد. انقله الموضوع الشيق، ادخله له بطريقه ظريفه. اختار مثلا بطل شعبي يكون اتحكى عنه، اخليه هو ده البطل، احكي له عنه بقى بطريقه برضو جميله، اظهره بصوره كده تخليه يبقى فخور، عنده ثقه، عنده احساس بالفخر ان البطل ده من البيئه بتاعته. احكي له بقى بحيث ان انا اشده معايا. اولا الاحساس الجميل قوي كلمه حضرتك لما قلتي الهويه، ما هو الشعبي ده هو اللي هيعمل عند الطفل الهويه. طب هو هيعرف الهويه بتاعته ازاي؟ من القصص ومن الحكايات ومن الامثال ومن الحاجات دي. هتخليه يحس بايه؟ الله، ده انا عندي قيمه، ده انا لازم انتمي للمكان ده، ده المكان ده مخرج البطل الفلاني، ده المكان ده عمل الشيء الفلاني. يبتدي يحس بان ليه قيمه، بانتماء، يحب البلد بتاعته ويحب التراث بتاعه اللي هو معشوش. جميل يعني جميل. يعني طب حضرتك، يعني من المعروف أن الجدة عادة هي تحب أن تحكي للأطفال، وهي تحمل مخزون كبير من التراث الشعبي. أنماط الحكايات، ماذا يستفيد الطفل من هذا التراث؟ الجدة دي حكاية أو الأم الحقيقة. أنا يعني رنة صوت جدتي وهي بتحكي دي بداية إن أنا أسمع. فالجدة وهي بتحكي زمان بقى لا كان في كرتون ولا كان في فيديو، لا صوتها هو اللي المفروض وهي بتحكي لي تعيشني الحدث بصوتها. لو في يعني حاجة في مغامرة صوتها يتغير، أيوة. لو في حنية صوتها يبقى حنين، لو في إثارة صوتها. يعني الجدة دي هي بداية الحدوتة عند الطفل. يمكن كلنا أغلبنا في ذهننا المصباح علاء الدين، ويمكن كنا واحنا صغيرين اي مصباح نشوفه يجي في بالنا على طول يا سلام لو يكون المصباح ده هو المصباح بتاع علاء الدين. ولو حتى كبار ورحنا محل انتيكات ولقينا المصباح، اوتوماتيك بنرجع على طول للصوره بتاعه الحدوته بتاعه مصباح علاء الدين. مظبوط، ونسمع صوت الجده في الخيال وهو يحكي. تمام. فهي الجده دي اول نبته للطفل في حته الحدوته. جميل جميل. تبتدي تحكي له الحدوته، وكل ما الجده بقى كانت يعني متالقه في الحكي، كل ما كانت الحدوته بقيامها بالهدف اللي هي بتحكيه. هي كمان الجده مش بتحكي الحدوته، بتبقى مثلا عايزاه يبقى ياكل مثلا، تقوم تحكي حدوته على الاكل وهو في سن معين، عايزاه ياكل، عايزاه يذاكر، عايزاه يصاحب ولاد حلوين، عايزاه يبقى تبتدي الجده توظف الحدوته في الاتجاه اللي هي عايزاه. تمام. حضرتك اسمح لنا نخرج إلى فاصل سريع. مشاهدينا بعد الفاصل نستكمل الحوار. يسع الكورة النار خدعة. الله 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 عجمية. الله
توقفنا قبل الفاصل حول حكايات الجدة، وعادة ما يدخل في هذه الحكايات نوع من الخيال الأسطوري الذي يبني خيال الأطفال. أستاذة زهراء سلامة، يعني دور الأساطير في تكوين شخصية الطفل؟ هي الأساطير، الخرافات، الأعمال اللي هي خارقة، اللي يخلي مثلا البطل عنده يعمل سحر، يقوم يحرك الرياح ويعمل رعد، يعمل حاجات غريبة. دي كلها بتخلي الطفل يعني ايه كله ترقب. فأنا كل ما أخليه مترقب وحاسس بقى بأن في حاجة هتحصل، زي أليس وبلاد العجائب اللي دخلت في المراية، زي الساحر أوز، زي كتب ألف ليلة وليلة. أنت عارفة حضرتك أن زمان ما كانش فيه اهتمام يعني ألف ليلة وليلة والكتب دي كلها اتعملت للكبار، ما كانش فيه أدب طفل. لكن هم جم من ألف ليلة وليلة ومن الحاجات دي ومن كليلة ودمنة بدأوا يبسطوا الحكايات دي، ياخدوا منها الحاجات اللي فيها الأساطير والخرافات والسحر ويعملوا منها قصص للأطفال. بس دي فيها مثلا عنف ساعات، فيها حاجات ألفاظ لا تليق، بقوا ينقحوها بقى، يجيب الحاجات من الحواديت دي اللي تناسب الطفل، يدخل الخرافة، يدخل الساحر، يدخل القوى الخارقة، ويوصل من خلاله القيمة الجميلة الأخلاقية اللي هو عاوزه يعرفها. فيبقى المؤثرات دخلت فيه، ابتدى هو ما يملش، ابتدى يترقب، اوصل له بقى الرساله وهو بقى مستعد وجاهز لتلقيها. جميل. طيب حضرتك يعني لاحظنا في العصر الحديث أن شعراء كبار زي مثلا صلاح جاهين أو فؤاد حداد أو آخرين استلهموا التراث الشعبي في أغاني وفي أعمال قدمت للطفل، وفي الليلة الكبيرة وفي أوبريتات، كذلك في الأعمال الأدبية. يعني كيف يتحول التراث الشعبي إلى أدب جذاب للطفل بأسلوب حديث؟ الحقيقة عندنا الله يرحمه أستاذي أنا ده يعقوب الشاروني، طبعا أستاذنا ومبدع الأطفال ربنا يرحمه. الأستاذ يعقوب الشاروني عمل اولا سندريلا، يمكن دي اطفال كتير ما يعرفوش ان سندريلا الاصليه مصريه. سندريلا اصلا قصه من الشعبي الفرعوني. الله. مين هي؟ عباره عن ان كان في ملك اسمه امازيس احب بنت بتعيش مع اسره يونانيه رادوبيس واتجوزها، وهي ما كانت يعني بتعمل في هذا البيت وفردة الحذاء ما اسمهاش بقى فردة حذاء، فردة صندل في حجر الملك أو في المكان اللي الملك قاعد فيه، وبناء على إيه تزوجها. دي الأصلية. يعقوب الشاروني بس هي كانت اتجوزها بناء على إيه؟ لجمالها فقط. دي القصة الأصلية بتاعت إيه سندريلا. يعقوب الشاروني غير وعمل قصتين لسندريلا، قصة عادية مجسمة والقصة دي بالطريقة الجديدة. عمل إيه بقى؟ خلى رادوبيس تبقى عندها حكمة وعندها عقل وعندها حسن تصرف وتحمل مسؤولية لكي تكون زوجة ملك مصر. فما خلاهاش مجرد فتاة جميلة فقط. يعني ده بقى الإبداع من الكاتب، إن هو حول حاجة شعبية معروفة، وطبعا أكيد أدخل حاجات من العادات والتقاليد المصرية والحاجات دي كلها بحيث إنها تخرج ودمج الحضارتين المصرية واليونانية في القصة. وطبعا أخذت جايزة التميز لأنها كانت قصة بديعة. ده كاتبنا الراحل يعقوب الشاروني. كامل الكلام. الله، يعني أنت تذكرينا أنا بأسماء عظيمة. اسمح لنا بعد هذا الفاصل مباشرة مشاهدينا نستكمل حوارنا ونتعرف على توظيف الأدب الشعبي في أدب الأطفال. يا حضرة الأراجوز كلي منين يروحوا المتولي؟ قال اللهم صل عليه لحد ما ألاقي عماره دكنت على نصية حاره شرع وفي الثالث أكثر
ايه وامشي على طول واتمخطر واخش من مطرح ما طلعت ولما القى مجلة لب دي وصفة سهلة ودي وصفة هايلة ودي وصفة سهلة ودي وصفة هايلة. مع السلامة مع السلامة مع السلامة يا ابو عمة ميلة 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 مع السلامة يا ابو عمة ميلة. فتح عينك تاكل ملة فينك فينك تاكل ملة فتح عينك تاكل ملة فينك فينك تاكل ملة. اوعى لجيبك للعب عيبك قرب جرب نشن وسطن ايدك وسطن اضرب يحميك يا ابني تبقى غالبني قرب خدلك حتة ملبس قرب خدلك حتة ملة 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 قرب خدلك حتة ملة. استطاع الكاتب كامل الكيلاني وفقا لما ذكرته لنا الكاتبة الكبيرة زهراء سلامة قبل الفاصل أن يوظف هو الآخر الأدب الشعبي لأدب الطفل. برضو احنا مش هننسى ان كامل الكيلاني هو صاحب المكتبة الخضراء، والمكتبة الخضراء فيه قصص كتير جدا جدا اغلبها كلها ويمكن احنا فاكرينها برضو اذا كانت سندريلا او عقلة الاصبع. عندنا كمان يعني هي كانت سلسلة حضرتك من القصص. الذئب والخراف السبعة. يعني في حاجات كتير يمكن على فكرة السندباد والأنف العجيب والسندباد البحري. السندباد البحري. عندنا كمان حاجات تانية عندنا الإصبع. يعني في قصص كتير جدا والأميرة والأقزام السبعة. يعني عندنا قصص كتير جدا كلها عبارة عن خيال ومستلهم من يدخل لنا فيها. طبعا مش بينقل الروعه انه ما ينقليش القصه المغربه او الغربيه. الصوره على فكره سندريلا اكتر عمل في العالم تم يعني هو الميزه في الادب الشعبي ايه؟ انه فيش تقدريش تقولي فلان اللي كتب. لان انا مثلا عندي الحدوته جيت وانا بحكي الحدوته اللي اتقالت لي نسيت حته، اروح انا قاعده في وسط الناس بقى اروح مزوده من عندي حاجه تتنقل للتاني بالحاجه التانيه، التاني يزود او ينقص. فهو الادب الشعبي عباره عن ايه؟ ان كله بيحكي بس ده يزود ده يكمل ده يجيب يضيف. فهي الجمال في الادب الشعبي ان هو بيخرج من التراث وبيخرج من العادات ومن الامثال حواديت، والحواديت دي يطلعها بصوره جميله بصوره تناسب الطفل، ما يبقاش فيها عنف، ما يبقاش فيها قيم سلبيه، لا يبقى فيها حاجات حلوه تخلي ترفع وتنمي اللي بيسمع الحدوته. تمام. حضرتك لما شرفتينا النهارده في مبنى التلفزيون قلت لنا انا افتكرت بسرعه ليالي الحلميه وارابيسك والروايات والمسلسلات والدراما جميلة. اللي اعتمدت على الادب الشعبي. كذلك دور الاذاعه المصريه عندما جسدت لنا الاعمال الشعبيه باصوات جميله، حتى الفنان عبد الحليم حافظ قدم لنا بعض الاعمال وكبار النجوم الحقيقه. عايزين نسال حضرتك على دور الدراما ودور الاعلام ودور الاعمال الروائيه في استلهام الأعمال الشعبية والكتابات الشعبية لأدب الطفل. طبعا أنا أول ما حضرتك بتقولي للأدب الشعبي والطفل افتكرت على طول بكار. وافتكرت الراحلة منى أبو النصر اللي طبعا حكمة ربنا أنها تتوفى لأن هي كان عندها تفكير لحاجات كتير قوي كان نفسها فيها. وأنا عايزة أقول لحضرتك أن بكار كانت في رمضان الأطفال كلها بتتفرج عليها وتغني الأغنية بتاعت محمد منير الرائعة ويتكلموا على رشيدة ويتكلموا على الزي الجميل النوبي بتاع بكار يا سلام على المشاهد
الرائعة من أسوان والأقصر والمعابد. أنا عايزة يعني أتمنى إن يبقى عندنا أعمال زي دي علشان تربط وتشد الطفل لوطنه وبلده، ويعرف قد إيه بلده دي عريقة. إحنا حضارة آلاف السنين، في بلاد 200 سنة و300 سنة وعاملة حاجات وإنجازات وبتطلع لأولادها إن هم حاجة عظيمة. فأنا أتمنى إن احنا نعمل إن شاء الله لتراثنا وحضارتنا العظيمة كل حاجة كويسة إن شاء الله. إن شاء الله يا فندم، وإن شاء الله نستمتع بكتابات حضرتك ومشاركاتك الأدبية. بنشكرك جدا على هذا اللقاء. وأنا اللي سعيدة جدا يا فندم، وكل الشكر ليكم. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا الأعزاء، في ختام هذه الحلقة نشكر حضراتكم على وعد بلقاء قادم إن شاء الله. للعين